إزاي تكتب ريفرنس أو recommendation letter لأي منحة أو شغل أنت بتقدم عليه؟ مبدئيًا الrecommendation letter بيكون من صفحة لصفحة ونص وما تكترش عن كده، بيكون مكتوب على حاجة اسمها headed paper، يعني ورقة رسمية من المؤسسة للشخص اللي بيدّي لك الreference ده شغال فيها، بيكون فيها اللوجو بتاع المؤسسة والعنوان بتاعها علشان يكون شكلها professional. بيكون الletter موجه للمؤسسة أو المنحة اللي بتقدم عليها، ما بيكونش موجه to whom it may concern، لازم يكون موجه للمنحة أو المؤسسة اللي بتقدم عليها. أول paragraph بيبقى paragraph تعريفي للشخص اللي بيقدم الrecommendation ده، يعني لو أنا اللي بادّيك الreference letter ده والله هاكتب أنا اسمي كذا كذا، شغال في المؤسسة الفلانية، عندي خبرة عدد سنين معينة في المجال الفلاني، وأهم الألقاب أو الجوائز اللي حصلت عليها هي 1، 2، 3 علشان أبين إني شخص مميز في المجال بتاعي وأقدر أعمل recommendation أو reference ليك. الباراجراف التاني بيكون عبارة عن أنا إزاي أعرفك أو اشتغلت معاك في إيه. باقول إن أنا عارفك خلال مدة كذا وإحنا على تواصل من ساعتها من خلال كذا واشتغلنا مع بعض على مشاريع 1، 2، 3. الباراجراف اللي بعده بابدأ أشكر فيك وأقول المميزات بتاعتك العملية أثناء الشغل، باقول والله أنت شخص تعرف تشتغل في فريق، أنت شخص منجز، بتdeliver مثلًا الtasks بتاعتك في الميعاد وهكذا. الباراجراف اللي بعده بابدأ أقول المميزات بتاعتك على المستوى الشخصي، أنت مثلًا شخص ملتزم، أنت شخص بتتعلم بسرعة، بتسعى دايمًا تحسّن من نفسك. بعديها باقول باراجراف باقول فيه أنت ليه أنت المناسب للمنحة اللي بتقدم عليها أو الشغل ده، وده بيكون من خلال الشروط اللي مكتوبة في المنحة أو الشغل اللي أنت بتقدم عليه، بيكونوا عايزين شخص فيه مميزات 1، 2، 3. فأنا كشخص بادّي recommendation باقول والله أيوه، أنا عارف إن الشخص دوّة عنده المقومات ديّة، علشان كده خدوه يا جماعة اقبلوه في المنحة أو اقبلوه في الشغل الجديد. وبعدين بانهي بجملة أو جملتين باكتب فيهم يا جماعة لو عايزين تتواصلوا معايا لمعلومات أكتر رجاءً تواصلوا معايا وplease feel free. في الآخر بامضي الreference letter ده، يُفضّل تكون إمضاء بالإيد أو إمضاء معمولة إلكترونيًا، بس المهم تحت الإمضاء ده أكون كاتب الوظيفة بتاعتي الحالية والمؤسسة اللي أنا شغال فيها، وطبعًا طرق التواصل معايا وأهمها الإيميل.